أولا تحياتي لك سيدتي والأهل الكرام. لنا من 2014 عندما شكل الحشد الشعبي أو ما يسمى بالحشد الشعبي إلى الآن تجربة قاسية. هذه ما يسمى بالفصائل، هذه الميليشيات الخارجة عن القانون هي التي قامت بانقلاب سياسي بعد الانتخابات. هذه الفصائل أو ما يسمى بالفصائل في مناطقها ينمو المخدرات والخروج عن القانون. هؤلاء الميليشيات وهؤلاء الفصائل هم فوق القانون، هم فوق القوات المسلحة. ومصطلح القائد العام للقوات المسلحة مع الاحترام للأخ السوداني هذا مصطلح نظري لا قيمة له. هذه الفصائل هي أذرع إيران الطويلة في العراق، حالها حال حزب الله في لبنان. هذه الفصائل وبالتالي الحشد الشعبي هو ذراع إيران الاستراتيجي العسكري الإرهابي في محاولة إلى عسكرة المنطقة وإدخالها في حروب. أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تريد شرق أوسط مستقر منسجم إلى حد معين، لا تريد الحروب. وبالتالي كلنا نعلم النظام الإيراني مع الاحترام للجارة إيران خسرت الحرب، انهارت، قتلوا قياداتهم في بيوتهم، انهار النظام الإيراني. الآن محاولة إعادة إيران من جديد إلى لاعب إقليمي من أجل إشعال المنطقة عسكريا والحروب، هذا نوع من الجنون العراق في غنى عنه. مسألة إصدار قانون للحشد الشعبي هو محاولة لضمان إيران أن هذه المجاميع تستطيع أن تستمر في التمويل. احنا نتحدث عن 2 إلى 3 مليار دولار، يعني أكثر من ميزانية كردستان بأضعاف. احنا نتحدث عن ميزانيات كبرى كلها تذهب إلى مصادر مجهولة. أنا أعتقد زيارة السيد لاريجاني اليوم إلى بغداد توضح حقيقة أن القرار السيادي على ما يسمى بالحشد الشعبي هو ليس قرار عراقي. القرار السيادي على ما يسمى بحزب الله اللبناني هو ليس قرار لبناني. يعني السيد لاريجاني معروف، هو سياسي مخضرم، هو من صقور الثورة الإيرانية، هو رئيس برلمان سابق، وهو أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني السابق. إعادة وإحياء لاريجاني هو إعادة وإحياء إيران المتصلبة المتطرفة، إعادة إيران الحرب. هذه طبول الحرب إيرانية من جديد. نحن نريد أن ننفتح على إيران ونريد علاقات طيبة مع إيران، لكن لا نريد علاقات حرب، ولا نريد أن يكون العراق أدوات وساحة لحروب إيرانية فاشلة. وبالتالي أتمنى على الدولة العراقية، على الحكومة العراقية، أن توضح موقف واضح مما يسمى باتفاقية أمنية جديدة. عن أي أمن نتحدث؟ عن أي اتفاقيات نتحدث؟ في رأيي الأمر واضح. زيارة السيد لاريجاني مرة ثانية، هذا السياسي المخضرم يقول الاتفاقية الأمنية تعني أن يشرع قانون الحشد الشعبي. إذن يعني قانون الحشد الشعبي هو اتفاقية مع إيران؟ إذا كان هذا الأمر بهذا الشكل فمن التأكيد أن الحكومة العراقية مطالبة، السيد السوداني مطالب بدون مراوغات دبلوماسية، مطالب أن يوضح حقيقة أن الحكومة لا تتقبل وجود لا ما يسمى بالفصائل ولا ما يسمى بالغطاء إلى الفصائل، مع التذكير أن مرجعية السيد السيستاني ومرجعية النجف ومرجعية الصدر هذه هي المراجع العراقية ترفض هذا الشكل، مع التذكير أنه ما يسمى بالحشد الشعبي وفصائل ما يسمى بالفصائل هي تدين إلى مرجعية الولي الفقيه، وهذه ليست بمرجعية عراقية، أي تأتمر بقرارات من خارج العراق. يعني هم بإمكانهم أن يمررون هذا القانون مثل ما مرروا الكثير من الأمور، مثل ما هيمنوا على الكثير من الأمور. واحنا شفنا قائمة السفراء الأخيرة التي فجرت الموقف العراقي، هؤلاء هم سفراء العراق. الخشية ليست بعقوبات أمريكية على سياسيين، أنا أحذر الخشية أن تأتي عقوبات أمريكية على العراق، على الدولة، وسيدفع الثمن المواطن العراقي. السياسي لديه الآن مليارات من الدولارات في فيينا وفي الإمارات وفي لبنان وغيرها. المواطن سيدفع الثمن في زمن المنطقة تسير إلى السلام، تسير إلى التفاهمات. مشاريع السلام كبيرة حتى الآن، يعني لدينا بين أذربيجان وأرمينيا مفاجأة كبرى.
في القوقاز يذهبون إلى السلام وإيران تذهب إلى الحروب. أنا أعتقد العراق لا يتحمل قسوة المفاجآت الأمريكية، وستكون هناك كارثة بمعنى الكلمة. يجب أن يستسلموا إلى مطالب الدولة العراقية والمصالح العراقية، يجب أن يخضعوا إلى هذا. أنت محقة، هذه الحكومة هي حكومة الفصائل، هذه الحكومة هي حكومة الميليشيات، لكنها تناور بوجه السيد السوداني مع الاحترام، الوجه الجميل اللطيف الدبلوماسي، تناور من أجل البقاء في الهيمنة في الفساد الذي يعم العراق. إسرائيل كانت ستضرب وتريد أن تضرب ربما، إسرائيل همها مع إيران، مع صواريخ إيران، مع حزب الله، لكن حقيقة إذا استمرت اللعبة هذه ربما سندخل العراق كله في حرب واحنا في غنى عنها. يكفي حروب في العراق، وبالتالي ما تقوم به ما يسمى بهذه الميليشيات من درون، يطلقون درون على الأردن، يطلقون درون على الإمارات، يطلقون درون وصواريخ على كردستان، هذا عبث إرهابي بمعنى الكلمة، يجب أن يتوقف. والسيد رئيس الوزراء عليه أن يتخذ قرار وإعلان، ليس قرار دبلوماسي، إعلان يقول فيه كل الفصائل ممنوعة في الدولة العراقية، كلمة وراء السطر. هذه فصائل كرتونية، هذا إرهاب كرتوني. لما تكون الدولة ضعيفة يكون العبث قوي، لما يكون الجسد ضعيف يكون البكتيريا قوية. على الجسد أن يكون قوي، على الدولة أن تكون قوية. ماذا يريد حزب الله في لبنان؟ حزب الله هو الذي وافق على تخطيط الحدود مع إسرائيل. حزب الله بمعنى إيران تريد الهيمنة على القرار اللبناني، إيران تريد أن تكون لاعب إقليمي ودولي. الجيم انتهى، الجيم أوفر. إيران هي دولة إقليمية وليست لاعب إقليمي أو دولي، وعلى النظام الإيراني أن لا يحارب من أجل البقاء بدماء العراقيين، على النظام الإيراني لا يحارب من أجل البقاء بدماء اللبنانيين. كفى حروب وكفى هذه المهازل. نريد أن نشعر أكو اقتصاد، أكو زراعة، أكو عمران، أكو شباب يبنون يعيشون. هذه الخرافات القديمة العقائدية لا تبني دولة. مع ملاحظة، لدينا في العراق جيش اسمه الجيش العراقي، ولدينا شيء اسمه البيشمركة، ولدينا شيء اسمه الشرطة. ألا يكفي كل هذا؟ ماذا تريد إيران؟ تريد جيش عقائدي لصالحها، خلايا إرهابية لصالحها، طبعا مع عملية تجميل للوجه البشع. هذا اسمه مسيحي، وهذا اسمه ميليشيا سنية، وهذا حشد سني، وهذا حشد مسيحي. هذه ألاعيب لا تنطلي على العراقيين ولا على العالم.